عليكم. معاكم طبعا مين؟ ايمان مجدي من قناه كوكينا. اكيد طبعا حفظتوني وخنقتكم، بس انا طبعا بحبكم. طريقه النهارده بقى طريقه مميزه وحلوه جدا. ليه بقى؟ بصوا بس الاول، طبعا اللي هيشوف القطعه الحلوه دي هيفكرها بانيه، بس هي مش بانيه خالص. ده بقى ايه؟ دي بانيه، لا بيض البانيه العكس بقى، ماشي؟ مش بانيه بالبيض، لا. نسيت بقى الطريقه دي اللي اي حد ما بيحبش البيض او بعض انواع الخضار هندخلها هنا في الطريقه دي من غير ما حد يحس خالص، وهو بقى حد يقول السر ده خالص، وخصوصا للاطفال. وكمان الميزه اللي هي بقى غير كده هتقلب لكم ريحه الشقه، وغير القرمشه، وغير اللي هي طريقه اقتصاديه ومغذيه. ايه رايكم بقى في الطريقه الحلوه دي؟ تعالوا بقى نشوف الطريقه، استنوني. كوكينا أكلتك علينا. تعالوا بقى نشوف بقى الوجبة عملناها دي ازاي. تنفع طبعا فطار او عشاء. تحفة جدا يا جماعة، بجد الريحة كانت قلب المكان حرفيا. تعالوا بقى قبل ما نبدأ في الطريقة كالعادة، يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. اول حاجة هنا انا جبت بولة فاضية، وجبت كوساية واحدة بس، صغيرة او كبيرة مش هتفرق، وبشرتها بالشكل ده. عايزه اقول لكم حتى يعني كله هيتبشر، مفيش حاجة هتتقطع، طريقة سهلة وجميلة. وجزرة برضو مبشورة، وبطاطساية مبشورة، وبصلة مبشورة، كله كده حوالي الحجم وسط. وتلات فصوص توم مهروسين، واتنين بيضة. بصوا 2 بيضة بس، مش هنكلف حتى بيض كتير. البهارات بقى بتاعتنا ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون، ممكن توم باودر، بصل باودر، وممكن ما تزودوش طبعا، هي يعني فيها توم فريش وكل حاجة. 2 معلقة كبيرة بقسماط، معلقة كبيرة دقيق. دي بقى اختياري، ممكن تحطوها او لا. ده بجيبه كده جاهز، ميكس الجبن بتاعه البيتزا، فيها مثلا جبنه تشيدر، على مثلا زيتون وعليها بسطرمه. ممكن تحطوا جبن بس، ممكن بسطرمه بس، ممكن زيتون بس. طبعا كل ما تحطوا الحاجات دي هتبقى طعمها احلى، يعني الجبن بتخليها طعمها حلو. هنقلبها طبعا كويس جدا جدا. وتعالوا بقى نشوف طريقه التسويه. جبت كده زيت بس مش كتير قوي يا جماعه، مش زي بتاعه البطاطس، وسخنته جامد جدا. وكده الخليط بتاعي جاهز. بصوا بقى انا هعملها بايه، يعني هشكلها. انا عندي المعلقه بتاعه الايس كريم، ممكن بتعملوها بمعلقه عاديه او بايديكم، بس الافضل بمعلقه كده زي مثلا الفلافل او الطعميه. وهحط كده كبشه، وبصوا هحاول اضغط عليها، يعني هفردها شويه بظهر المعلقه علشان تبقى مقرمشه وتستوى معانا اسرع. وممكن على فكرة تعملوا قرص كبير او قرصين 3 حسب الكمية بتاعتكم، يعني بحجم الطاسة. بس انا حبيتها كده علشان يعني كل واحد ياخد ايه القطعة بتاعته، تبقى شكلها كمان زي البانيه، وبالذات لو في اطفال. اول ما يحمر من تحت او يستوي، هقلبها الناحية التانية. هتلاحظوا كمان يا جماعة اللي هي ابتدت تعلى شوية عشان بسبب الدقيق، يعني بصوا هتبقى كده القطعة كده تشبعكم ان شاء الله يعني. وقلبتها الناحيتين لحد لما اتحمرت معايا. عايزينها طريه، ما تحمراش كتير، بس طبعا طعمها بتبقى احلى. وبجد حرفيا الريحه كانت قلبه المكان من جمالها بقى، بالتوابل والبصل والثوم والخضار، تحفه بجد. وعملت لي حوالي 7 قطع كبار، لو هتعملوها اصغر هتطلع اكتر. موفره ومدبره واقتصاديه. تعالوا بقى نشوف الختام. يلا بينا. يا رب تكون بقى الطريقه عجبتكم، بتمنى كل الناس تجربها، ان شاء الله تعجبكم جدا. وريت تبعتوا على صفحه كوكينا، واللي مش هيعملها هيندم. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.